هل تعلم أن هناك توبلا أغلى من الذهب وزنا بوزن؟ هل تتخيل أن جراما واحدا منه يحتاج إلى قطاف أكثر من 150 زهرة باليد؟ إنه الزعفران، الذهب الأحمر، أغلى التوابل في العالم منذ 5000 سنة. ولكن لماذا هذا السعر الخيالي؟ ولماذا كان الملوك والأباطرة يدفعون فيه وزنه ذهبا؟ اليوم سندخل معا إلى حقول الزعفران السرية في إيران وكشمير والمغرب. سنرى كيف يولد هذا السحر الأحمر من زهرة بنفسجية صغيرة لا تعيش سوى أيام. وسنكشف أسراره التي جعلته دواء وعطرا ولونا ومصدرا للثروة والحروب على مر التاريخ. استعد لأن قصة الزعفران هي قصة الصبر والدقة والدم والذهب. كل الحكاية تبدأ من زهرة الزعفران السوسنية، وهي زهرة غريبة الأطوار لا تشبه أي نبات آخر. أولا هي لا تزرع بالبذور أبدا لأنها زهرة عقيمة لا تنتج بذورا، بل تزرع عن طريق البصلات أو الكرمات الصغيرة التي تدفن في الأرض. ثانيا هي تزهر في الخريف فقط وليس في الربيع كمعظم الأزهار. والأغرب أن عمر الزهرة الواحدة لا يتجاوز أسبوعا واحدا من الوقت الذي تتفتح فيه حتى تذبل. وفي قلب هذه الزهرة البنفسجية الجميلة يكمن الكنز، 3 شعيرات حمراء رفيعة جدا تسمى الميسمة. وهذه الشعيرات ال3 هي الزعفران كله. لا يستخدم من الزهرة أي شيء آخر، لا البتلات ولا الساق ولا الأوراق، فقط هذه الخيوط الحمراء الدقيقة التي لا يزيد وزنها عن 30 ملغراما في الزهرة الواحدة. وهنا يكمن السر الأول في سعره. لكي نحصل على كيلوغرام واحد من الزعفران الجاف الصالح للاستخدام، نحتاج إلى قطاف ما بين 170 ألف زهرة إلى 200 ألف زهرة. والأصعب أن هذه العملية لا يمكن تمكينها بالآلات حتى اليوم. يجب أن يتم قطاف كل زهرة باليد البشرية في ساعات الصباح الأولى قبل شروق الشمس. لماذا قبل الشروق؟ لأن حرارة الشمس تبخر الزيوت العطرية الثمينة الموجودة داخل الميسم، فيفقد الزعفران قوته ولونه ورائحته. يخرج المزارعون وعائلتهم كلها حتى الأطفال إلى الحقول في الظلام والبرد الشديد. ينحنون على الأرض ويجمعون الزهور واحدة واحدة بأصابعهم بكل حذر وخفة. عمل شاق ومرهق للظهر والعين واليد. وبعد القطاف تبدأ المرحلة الأدق وهي الفصل. تجلس النساء والفتيات لساعات طويلة لفصل الخيوط الحمراء ال3 عن باقي الزهرة. وهي عملية تحتاج إلى أصابع رشيقة وعين ثاقبة، لأن أي خطأ قد يكسر الميسم ويقلل من جودته. بعد الفصل يأتي التجفيف وهو أخطر مرحلة. إذا زادت الحرارة احترق الزعفران وفقد لونه، وإذا قلت الحرارة تعفن وفسد. لذلك يتم تجفيفه على نار هادئة جدا أو في غرف خاصة لساعات محددة. ويفقد أثناء التجفيف 80% من وزنه، أي أن كل 5 كيلوغرامات من مياسم الزعفران الطازجة تعطينا كيلوغراما واحدا فقط بعد التجفيف. هذا هو سر الغلاء. عمل يدوي كامل ووقت قصير وكمية ضئيلة جدا من المنتج النهائي. ولكن لماذا كل هذا العناء؟ ما الذي يجعل الزعفران مختلفا؟ السر يكمن في 3 مركبات كيميائية سحرية لا تجتمع معا في أي نبات آخر في العالم. المركب الأول هو الكروسين، وهو المسؤول عن اللون الذهبي الأحمر القوي جدا. قوة لون الزعفران لا تصدق. جرام واحد منه قادر على تلوين 100 لتر من الماء باللون الأصفر الذهبي الفاخر. المركب الثاني هو البيكروكروسين، وهو المسؤول عن الطعم المر المميز الذي يجعل الأطباق لا تنسى. والمركب الثالث هو السفرانال، وهو الزيت العطري الطيار المسؤول عن الرائحة القوية الفريدة التي تجمع بين العسل والطبن والمعدن. هذه الثلاثية السحرية هي التي جعلت الملوك يتهافتون عليه. في مصر القديمة كانت كليوباترا تستحم في ماء الزعفران قبل لقاء عشاقها لأنه كان يعتبر منشطا ومعطرا للجسد. وفي روما كان الأباطرة ينثرون الزعفران في الشوارع عند دخولهم المظفر ليمشوا على بساط من رائحته الذكية.
وكان الأغنياء يحشون الوسائد به لأنهم كانوا يعتقدون أنه يطرد الكوارث ويجلب الأحلام السعيدة. ألف جنيه. ولم يكن الزعفران للطعام والعطر فقط، بل كان دواء مقدسا. في الطب الفارسي والهندي القديم كانوا يستخدمونه لعلاج أكثر من 90 مرضا. كانوا يصفونه لعلاج الاكتئاب والحزن لأنه يرفع من مستوى هرمون السعادة في المخ. وكانوا يستخدمونه لتقوية النظر والقلب والذاكرة. والعلم الحديث اليوم يؤكد كثيرا من هذه الفوائد. فالدراسات أثبتت أن الزعفران يساعد في علاج الاكتئاب الخفيف والمتوسط بنفس قوة الأدوية الكيميائية ولكن بدون أعراض جانبية. لهذا تتصارع عليه شركات الأدوية ويؤخر مرض التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن. سعره العالمي 15,000 دولار المسببة للسرطان والشيخوخة. ولكن يجب الحذر لأن الجرعة الكبيرة منه سامة. فأكثر من 5 جرامات في اليوم الواحد قد تسبب التسمم والإجهاض للحوامل. تعيش 5 سنوات. لذلك كان يقال قديما إن الزعفران يجعلك تضحك حتى الموت إذا أكثرت ماذا منه. تربح؟ ولأنه غال ونادر فقد كانت تجري بسببه الحروب وتزور تجارته. في العصور الوسطى في أوروبا كانت عقوبة غش الزعفران هي الإعدام حرقا. وكان التجار يخلطونه بشعيرات الذرة المصبوغة أو ببتلات زهرة القرطم لزيادة وزنه. وحتى اليوم 80% من الزعفران الموجود في الأسواق العالمية مغشوش. فكيف تفرق بين الأصلي والمغشوش؟ هناك 3 اختبارات بسيطة. الأول اختبار الماء. ضع شعيرة واحدة في كوب ماء دافئ. الزعفران الأصلي ينزل لونه ببطء على شكل خيوط ذهبية ويحتاج إلى 10 دقائق ليعطي لونه الكامل. أما المغشوش فينزل لونه فورا ويصبغ الماء كله بسرعة. الثاني اختبار الرائحة. الزعفران الأصلي رائحته قوية ومعقدة تجمع بين الحلاوة ونوع من المرارة. أما المغشوش فلا رائحة له أو رائحته ضعيفة. الثالث اختبار الشهادة. شعيرة الزعفران الأصلية تكون على شكل بوق رفيع أحد طرفيها أعرض قليلا من الآخر. أما الخيوط المغشوشة فتكون مستوية الأطراف ومتساوية. وأين يزرع الزعفران اليوم؟ تعتبر إيران هي الملكة المتوجة بلا منازع. فهي تنتج أكثر من 90% من إنتاج العالم كله. ويأتي بعدها الهند في منطقة كشمير وأفغانستان والمغرب وإسبانيا. وأجود أنواع الزعفران في العالم هو الزعفران الإيراني من نوع سرجول والزعفران الكشميري. ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من النوع الفاخر إلى 10,000 دولار وأكثر. أي أن جراما واحدا منه أغلى من جرام الفضة بكثير. ولذلك يطلق عليه اسم الذهب الأحمر، لأن قيمته لا تكمن في وزنه فقط بل في القصة الطويلة من الصبر والعمل والتاريخ التي تقف خلف كل شعيرة منه. في المرة القادمة التي ترى فيها خيطا رفيعا من الزعفران في طبق أرز أو كوب شاي، تذكر أنك تنظر إلى عمل أياد كثيرة، وإلى شمس الخريف التي لا تدوم سوى أيام، وإلى سر ظل ينتقل من يد إلى يد منذ فجر الحضارة. هذا هو الزعفران، قليله يكفي ليغير لون العالم وطعمه ورائحته.